في ليلة هادية وجو لطيف جدا كنا بديسكريت 5 واخترنا هذا المكان. طبعا هو كان من ضمن الليستة اللي موجودة عندي، ولأني عادة أشخصن الأمور مطاعم بالذات لأني صعبة المكونات في الستاندر حق كل مطعم بالأجواء العامة. البهارات الزيادة تتعبني في معدتي، الملح الزيادة يضايقني في الأكل. يهمني إني أنا آكل، بمعنى آكل مو إنه أروح أصور وأمشي. وفي مني في نفس الوقت إنه يكون البرزنتيشن تبع الأكل مشهي ومغري، وأحس فعلا إني أنا عشت تجربة. فوقع الاختيار على هذا المطعم اللطيف، مو بس لأنه اسمه لين ولطيف الصراحة، وما أنكر إنه هو سبب للأمانة، الاسم نفسه أغراني، لكن لاحظت إن سمعته ما شاء الله تبارك الله تسوق نكهته، ورغم إنه اللي تكلموا عنه كانوا قليل. خلوني أقول لكم وش اللي صار. كان في شخص يساعدنا، أنا صراحة أطلقت عليه مهندس التجربة، كان اسمه يوسف. سألته إيش ترشح لي، أنا جوعانة. في البداية كذا استغرب لأنه أنا أصلا ما شفت المنيو. بعدها رشح لي سلطة بالأفوكادو بالخس باللحم على الطريقة المنغولية، وبناء على توصيته نزل لي الطلب. صدقا لما نزلت السلطة أنا اعتبرتها لوحة فنية. أنا بالنسبة لي وقتها هي ما هي بسلطة عادية، إن كان من شكل ما أحكيكم كمان على الريحة. عارفين لما وصلت السلطة تحسون ريحة النكهات توزعت بين الحرارة وبين طزاجة الخضار، كذا مزيج مختلف، كأنها تقول لي اصبري اصبري على رزقك لسه ما شفتي شيء. بعدها جات الباستا طال عمره، وكانت الفريدو بالدجاج، وكمان بتوصية من مهندس التجربة. تسألوني كريمية أقول لكم إيه، تقولوا لي ثقيلة أقول لكم إطلاقا موزونة جدا فوق ما أنتم تتخيلون. مع كل لقمة وقتها كنت أحس بأن الشيف صدقا هنا ما كان يطبخ، كان يرسم، كان عايش مشاعر حلوة إيجابية انعكست على طبق الباستا. هل هو ممكن يتكرر ثاني يوم بنفس المشاعر؟ صراحة ما أقدر أفتيكم، ولكن الطبق وقتها كان فيه كمية مشاعر وصلتني. الطاولة صح إنها كانت بسيطة وما فيها تفاصيل كثير، الجو العام طاقته حلوة ونظيفة ورايق، أما المكان نفسه يحسسكم إنه فعلا أهديتوا نفسكم طقوس ووجبة تستاهلكم بدون مبالغة. ما ندمت لا على الأكل ولا على اللحظة، رغم تخوف منها في البداية للأمانة، يعني لأنه أغلب المطاعم اللي تكون معتمدة على الديكور وعلى الإضاءات نادرا جدا يكون أكلهم فعلا لذيذ بالنسبة لي على الأقل يعني. فنجاح هذه التجربة الصراحة بعد الله يعود لمدير المطعم قائد الأثر أستاذ هشام خيري، وطاقم العمل مهندس التجربة يوسف، مضياف اللحظة أحمد. شكرا جزيلا لكم، أسعدتوني وما ندمت إني طلبت من عندهم قهوة، وراح أرجع مرة ثانية أطلبها. لطيفة خفيفة ستاندر كلاسيكية حلوة ما فيها أي فلسفة.